فارق الحياة قدام أخوه التوأم، كانت لحظات مؤلمة والأم الصبح بتصحي التوأم. واحد منهم صحي والتاني ملقتوش في الدنيا، كان في معية المولى جل وعلا. بسبب إيه؟ بسبب الشبح اللي بيعاني منه كل بيت. إيه قصة الشبح ومين اللي توفى قدام أخوه التوأم وإيه اللي حصل من الأم؟ تفاصيل كتير يا سادة هنتعرف عليها سويا إن شاء الله رب العالمين من محافظة البحيرة من كوم حمادة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترمين اليوتيوب متابعي أخبار اليوم، أهلا وسهلا بحضراتكم. تحية خاصة من قناتكم قناة أخبار اليوم ومن أخوكم أبو وليد. وافر الشكر والتقدير والاحترام لكل متابعينا المحترمين على دعمهم لنا باللايك، جزاكم الله خير الجزاء. اللي بيشرفنا ويسمع صوتنا لأول مرة نكون سعداء لو انضم لينا لعائلتنا الجميلة. شبح الثانوية العامة، الشبح اللي بيطارد كل بيت مصري في الريف وفي المدن وفي الحضر وفي كل مكان. مفيش بيت إلا ومر بالشبح الخطير ده. الثانوية العامة اللي الناس هي فعلا كده، هي مفترق طرق بالنسبة لمستقبل كل إنسان، هي اللي بتحدد الإنسان ده يكون مستقبله إيه. أحمد ومحمد هم توأم من كوم حمادة من محافظة البحيرة، زيهم زي أي اتنين بيستعدوا لامتحان الثانوية العامة. سهر بالليل بيذاكروا بيراجعوا المادة، الاتنين بيسمعوا على بعض. الأم بترتقب من بعيد، الأم كل شوية بتيجي تطمن الأولاد، ربنا معاكم يا أولاد ما تخافوش، لغاية ما الاتنين تعبوا من كتر المراجعة. يا ماما من فضلك شوية كده وصحينا عشان نراجع المادة قبل ما نمتحنها بكرة. الأم وده الرد الطبيعي، ربنا معاكم يا أولاد ما تخافوش، ربنا مش هيظلم حد أبدا، ربنا هيكلل مساعيكم بالنجاح. وناموا الاتنين، نام أحمد ونام محمد. والأم بدورها طول الليل مش عارفة تنام. ده طبيعي يا سادة، أي أم مصرية، أي أم عربية، أي أم في العالم حتى لو مش مصرية وعربية، ربنا جل وعلا حط الحنان في قلبها من ناحية الأبناء. جات الصبح بتحاول تصحي الأولاد، محمد صحي وأحمد مش موجود في الدنيا. الأم عمرها ما تخيلت إنه يكون اتوفى. قوم يا أحمد الامتحان يا ابني هيروح عليك. أحمد مفيش أحمد. طلبوا الإسعاف وكانت الفاجعة. طبعا أخوه محمد ما راحش امتحان ولا غيره. امتحان إيه؟ حياة أخوه عنده أهم من 100 امتحان. حياة أخوه عنده أهم من مستقبله. وفي المستشفى كانت تقرير صادم للجميع، سرعة في ضربات القلب أدت إلى سكتة قلبية من خوف أو من سعادة. طبعا الطبيب مش عارف إن هو طالب ثانوية عامة، لكن ده كان التقرير المبدئي. سرعة في ضربات القلب أدت لسكتة قلبية. السبب يا سعادة زايدة يا خوف زايد. تريت أحمد عليه رحمة الله كان متخوف من اللي هيجاب له تاني يوم الصبح من مادة الامتحان. شفتوا قد إيه يا سادة شبح الثانوية العامة ساعات بيدمر أسرة كاملة. محمد معرفش يروح الامتحان. كل زمايل أحمد ومحمد بعد الامتحان كانوا مستغربين هم غابوا ليه. لما سألوا عرفوا إن أحمد توفاه المولى جل وعلا. كانت لحظة صادمة بالنسبة للمدرسة كلها، بالنسبة لمديرة المدرسة وبالنسبة الكل كان ساعتها في حالة رعب، حالة ذعر. ده أحمد كان لسه معانا في الامتحان اللي فات، ده أحمد كان لسه ماسك الورقة وبيراجع معانا في الامتحان اللي فات، ده أحمد من المتفوقين. للدرجات الخوف ممكن يأثر على الإنسان، للدرجات الخوف ممكن يوقف ضربات القلب، للدرجات الخوف ممكن يشل أسرة كاملة ويدمر مستقبل أسرة كاملة. الأم اللي كانت بتبكي وتقول يا ريتك يا ابني ما كنت دخلت ثانوي عام، ما كنتش عايزاك تطلع أي شيء، كنت عايزاك تفضل قدامي حتى لو مش متعلم. محمد اللي كان بيبكي وبيقول ده لسه كان معايا، لسه كان بيراجع المادة الفلانية، لسه كان بيسألني وكنت بجاوبه، لسه كنا متفقين هنعمل ايه بكرة الصبح. سبحانك يا رب، سبحان الله. في لحظة أصبح أحمد في دنيا ومحمد وأهله في دنيا تاني خالص. في لحظة، في أقل من لحظة. وعلى فكرة يا سادة دي مش مفاجأة ولا ده شيء أول مرة نتفاجئ بيه ونعرفه، ده حال الدنيا، حال الدنيا اللي احنا للأسف ناسيينه، اللي مش على بالنا خالص. وهي يوم لقاء المولى جل وعلا، ساعة لقاء المولى جل وعلا. محدش حاططها في مخه، كله منشغل بحياته بعمله بزوجته بأولاده، كله منشغل. لكن
إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجل كان لأحمد ليلة الامتحان، لا قدم ساعة ولا أخر ساعة. زي ما أجل نيرة على رحمة الله كانت هتموت في الوقت ده أمام بوابة تشكي. زي ما أجل محمد على رحمة الله كان هيموت في الوقت ده الساعة 5. كله يا سادة أجال، كله أقدار، كله أجل وكله قدر. ربنا يا رب يرحم أحمد، الطالب اللي الكل كان بيشهد له إنه قمة في الأدب وقمة في الأخلاق. الطالب اللي الكل كان بيشهد له إنه كان متفوق وكان بيتمنى يكون شيء معين. أحمد ومحمد كانوا الاتنين توأم، والاتنين دايما متواجدين مع بعض. يا ترى يا محمد هتعرف تواجه الحياة من غير أحمد أخوك؟ يا ترى يا أم أحمد هتقدر تتحمل فراق ابنك وانت شايفة أخوه التوأم ساعة بساعة قدام عينيكي؟ ربنا يا رب يصبرك. فعلا يا سادة كانت لحظات صعبة جدا لما الطبيب في المستشفى بيقول لها البقاء لله. ابنك توفى بسكتة قلبية، ابنك في معية المولى جل وعلا. سقطت الأم أرضا. أخوه ما كانش عارف يعمل إيه. كل الأهل كل الأسرة كانت جنازة مهيبة. لما طلعت الأسرة، لما طلعت القرية عن بكرة أبيها وهي بتودع أحمد اللي الكل كان متوسم إنه هيكون شيء في المستقبل. ربنا يا رب يصبر أم أحمد، ربنا يصبر أهل القرية. الكل يا سادة فعلا كانت فجيعة بالنسبة للكل. لحظة ما تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن الجيزة بلاغ بيفيد بوفاة طالب في مستشفى كذا بسبب سكتة قلبية، الكل ساعتها كان مصدوم والكل كان مفجوع فجيعة كبرى، والكل بيتمنى لأحمد الرحمة والمغفرة. وما زال حتى بعض زملائه في المدرسة غير قادرين إن هم يروحوا الامتحان، رغم إن ده امتحان ثانوية عامة الشبح اللي بيهدد كل أسرة، اللي مرت بيه كل أسرة. لكن الثانوية العامة أسهل من كده، والثانوية العامة ما هياش مادة تعديد مصير. يا ريت الكل، يا ريت الآباء يحاولوا يهدئوا من روع الأبناء. يا ريت يكون في برامج توعوية تحاول شوية فعلا إنها تفهم الأولاد إن الإنسان مفيش حاجة اسمها لحظة تاريخية في حياته أو لحظة محورية أو لحظة فارقة. الإنسان طول ما هو ماشي بيتعلم، والإنسان طول ما هو عايش بيكتسب خبرات. مفيش حاجة اسمها الثانوية العامة هي اللي هتحدد مصيره ومستقبلي. كل ما انت ماشي ممكن تنجح، ممكن ترقى لمستوى أعلى. نسأل الله العلي القدير أن يغفر لموتانا جميعا. دعوة حلوة يا سادة يا أفاضل يا كرام من قلوبكم الطيبة الطاهرة أن ربنا يرحم أحمد وربنا يصبر أمه، لأن فعلا اللي ذكر واللي كان شاهد عيان بيقول إن كانت لحظات مميتة بالنسبة للأم والأسرة وهم بيودعوا أحمد الوداع الأخير. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا جميعا. نشكركم ونترككم في معية المولى جل وعلا على أمل اللقاء بكم قريبا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.